السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بخير دايما. النهارده معانا فيديو جميل وجديد. هنبدأ ببركة رسول الله ونقول اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. واذكر الله كتير حبيب قلب، ذكر الله تتمنى القلوب. رب يجعل لسانكم عامل بذكر الله وقلوبكم منوره بنور الله. الفيديو بتاعنا مشجع جدا جدا. حابه اقول لك لو وراكم شغل بيت تنظيف مطبخ غسيل اطباق سمي وقولي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، وان شاء الله ربنا يعينك وتقدر تخلص كل اللي وراك. طبعا احنا لسه النهارده الصبح بدري، صباحكم كله هنا وسعاده ورزق وراحه بال وجبر خاطر. امين يا رب العالمين. طبعا النهارده هقول لكم على وصفه جميله جدا، انا شخصيا يعني بستعملها، جميله جدا. طبعا هي وصفه الحليب. عندك بقى الحليب كده، كنت غاليه حليب يعني، فهقول لكم بقى على الطريقه بتاعتي دلوقتي. هنشيل بس كده الغطا، ومعانا بقى نجيب بقى كوبايه. وصفه جميله جدا، جربها بجد يعني، ان شاء الله جميله جدا. بتعالج بقى الانيميا واي مثلا تعب في الجسم. هتجيب بقى كوبايه من الحليب كده، سمي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه بس نسمي كده. هنجيب بقى كوبايه من الحلوى زي ما انتم شايفين، حليب دافي. طبعا تنفع للكبار والصغيرين. اهو شوف بس ايه، حبه صغيرين كده عشان ايه هنحط برضه فيها لسه مكون. كوبايه الحليب اهي، نجيب بقى كوبايه، نجيب بقى المكون التاني. جميله جدا. انا طلعتها بره كده، كانت في التلاجة وطلعتها بقى كده عشان تفك شويه. هنجيب بقى كده معلقه. طبعا المكون التاني اللي هو الحلاوه الطحينيه، يبقى كوبايه من الحليب هتحط عليها معلقه من الحلاوه الطحينيه. طبعا مش هنحط بقى اي سكريات ولا اي حاجه، هي الحلاوه الطحينيه زي ما انتم عارفين هي مسكره يعني. فهنجيب بقى كده معلقه كده كويسه تكون مليانه يعني المعلقه. طبعا هي ايه متماسكه لان طبعا كانت في الثلاجه اهي. نجيب بقى معلقه من الحلاوه الطحينيه كده اهي، معلقه كده مليانه من الحلاوه الطحينيه نحطها بقى ايه في قلب كوبايه اللبن. اول ما بتنزل طبعا اللبن بيكون بقى اللبن معاكي بيكون دافي، وتحطها بقى كده في ايه في الحليب، وتفضلي بقى تقلبي لحد ما تدوب معاكي. عايزه اقول لك جميله جدا، بترفع بقى بتعالج يعني الانيميا والحاجات ديت وفقر الدم. جميله جدا الحلاوه الطحينيه مفيده، وطبعا هي معموله من السمسم. عن اكترها من السمسم يعني، مكوناتها من السمسم. فطبعا انتوا عارفين ان السمسم جميل جدا ومفيد جدا للجسم، بيعالج الجسم بقى من الانيميا. هتفضلي بقى تقلبي كده لحد ايه ما تدوب معاكي خالص تماما. طبعا هي لونها بقى بيكون ايه، اللون بقى بتاع اللبن او الحليب بيكون ايه عامل زي عامل زي ايه شاي بلبن كده، لونه يكون ايه غامق شويه سنه كده. اهو ما شاء الله جميله جدا ودابت معانا اهيت. ما خدتش معانا وقت خالص، وجربيها بجد جميله جدا كده الصبح كده قبل الفطار. ما شاء الله جميله جدا. ويا رب كده تكون وصفه عجبتكم. كوبايه من الحليب ومعلقه من الحلاوه الطحينيه، وهتقلبوهم مع بعض كده لحد ما تدوب، وبألف هنا وبالشفا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واتقابلوا بقى في حفظ الله ورعايته. مع السلامه.